صباح الخير. هعمل معاكم النهارده جلاش بالسبانخ. الصنف ده يا جماعه من الحاجات الجميله جدا، والناس اللي مش بتحب السبانخ هتحبها في الوصفه دي. جلاش في منتهى الجمال بدون بيض، على فكره يا جماعه بدون بيض. وهنشوف قد ايه هو مورق وبطريقه بدون توريق كمان. هنشوف الطريقه مع بعض. بس لو اول مره تشوفوا القناه، انا امان يسعدني اشتراككم في القناه. ويلا بينا نبتدي نعمل الحشوه بتاعت الجلاش. بصلة على النار في شوية زيت، بصلة مفرومة هنشوحها لحد ما تاخد اللون الأصفر الذهبي الجميل. هنحط كمية السبانخ فروزن ولا فريش زي ما تحبي الموجود عندك. هنحط كمية السبانخ وهنقلبها، نحط ملح وفلفل وزعتر وبس، مش هنحط حاجة تاني. ملح وفلفل اسود وزعتر. هنقلب حبة لحد ما كله يتشرب من بعضه ويشرب من بعضه. هنحط فلفلة خضرة أو ألوان وهنقلب ويتخلط شوية كده على النار يستوي شوية. وبعد كده هنحط شوية زيتون وتقليبة ونطفي. زيتون اسود، زيتون أخضر، ده بيدي طعم حلو، لو موجود يبقى أفضل يعني. وكده خلصت الحشوة بتاعتنا في منتهى الجمال، حشوة السبانخ. الجلاش بقى هنعمله بطريقة جديدة جدا، بس الأول هنعمل التشريبة اللي هنعملها بيها، أو بدل اللبن لأن دي نباتي. فهنحط بقى بدل اللبن إيه؟ هنجيب كوباية نحط فيها مكعب خضار وهنكسره علشان يدوب بسرعة، وهنحط عليه كوباية مية سخنة، كوباية مية كانت بتغلي، وهنقلب علشان المكعب يدوب. ودي اللي هنسقي بيها الجلاش. الطريقة دي يا جماعة في منتهى الجمال، بيطلع جلاش مورق وطري ومهش وفي منتهى الروعة. لفة الجلاش بقى هنعمل فيها ايه؟ هنحط عليها البايركس او الصينية اللي هنعمل فيها، وهنقطعها داير داير حوالين الصينية. نقطع الجلاش، لفة الجلاش كلها. وطبعا اللي بنطلعه ده مش هنرميه، هنحط في وسط الطبقات. واحنا مش هنعمل يا جماعة توريق، احنا هنشوف طريقة جديدة جدا وسهلة جدا، وهتطلع النتيجة احلى من اللي بنورقه. خلاص قطعنا، هنفصلها لطبقتين، الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت. لفة الجلاش على بعضها، مش هنورق خالص. هنشوف هنعمل ايه. انا بس بشوف عددها كام عشان عايزة افصل جزئين متساويين تقريبا. خلاص هنفصلها جزئين متساويين، ممكن بالويم كده نعرف. وناخد النص الاولاني نركنه على جنب، وده النص التاني. هناخد اللفة كلها زي ما احنا شايفين، وما تتخافوش مش في حاجة، هتطلع في منتهى الجمال واحسن من اللي بنورقها ورقة ورقة. ولا كل ورقة بقى ونحط سمنة، لا لا خالص. خدنا اللفة كلها وخدنا نص من الورق اللي طالع، نص الورق اللي طالع حطينا بس ورقة عشان نحط ايه كاملة، عشان نحط عليها الحشو. حطينا السبانخ، هنفردها ونوزعها حلو قوي على الصينية كلها. وهنحط طبقة موتزاريلا. الصينية دي يا جماعة صيامي، والموتزاريلا دي صيامي نباتي. في موتزاريلا نباتي وفي موتزاريلا طبيعي، دي موتزاريلا نباتي. خلاص هنحط بقى لفة الجلاش. هنحط الأول المتقطع، الحبة اللي فاضلين دول اللي احنا طلعناهم من لفة الجلاش واحنا بنسويها على الصينية. وهنحط الرصة التانية كلها، كل ورقة جلاش، مش هحط ورقة ورقة، كلها. وهنبتدي نقسمها بقى التقسيم اللي احنا بنحبه. نقسمها القطع، حجم القطعة زي ما احنا بنحب، طول وعرض. هنخلص التقسيم كله وهنجيب نص كوباية سمنة على زيت. نص قبل ما نحط كوباية الشوربة أو شوربة الخضار، هنسقيها بقى كلها كده على بعضها بنص كوباية سمنة على زيت قلنا، أو زبدة زي ما بتحبي. وهنسيبها حوالي 5 دقايق لحد ما تتشرب كل المادة الدهنية اللي حطيناها. هنبتدي نحط كوباية الشوربة، نوزعها على كل الصينية ونحطها على الرف الأوسط
بعد ما نحط الشوربة بقى نحطها على طول في الفرن على الرف الأوسط، لمدة مش هتاخد كتير، من تلت ساعة لنص ساعة بالكتير، على درجة حرارة 180. هتحمر من فوق ومن تحت. لو احتاجت الشواية ممكن نولع الشواية 3 دقايق، وهيبقى معانا. أنا طبعا بعد ما حطيت الشوربة بحاول أفتح بين القطع علشان يتشرب كله. هتشوفوا بقى قد ايه معانا صينية في منتهى الجمال. شايفين الروعة؟ شايفين الطبقات بدون توريق بدون تعب، كل اللفة حطيناها على بعضها زي ما انت شايفين. بيطلع معانا جلاش في منتهى الطعم. كده هنخلي الناس اللي مش بتحب السبانخ تحبها في الوصفة دي. وكده خلصنا وصفتنا النهاردة. نتقابل